مطار بغداد يشهد ضبط طائرتي سفر محملتين بأسلحة كاتمة للصوت. رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أكد أن إحداهما كندية والأخرى سويدية. المعلومات الرسمية تؤكد أن الطائرتين كانتا متوجهتين إلى إقليم كردستان العراق، إذ قدمت إحداهما من الكويت في حين جاءت الثانية من قاعدة أنجرك التركية. طائرتين كندية وسويدية محملة بالأسلحة وأسلحة خطيرة عندما تكون هناك كواتم صوت وغيرها، وهي محظورة دوليا ومحظورة وطنيا. لذلك بنفس الآلية لم يكن هناك بيان من القائد العام للقوات المسلحة، لم تكن هناك مكاشفة للشعب العراقي عن ماهية هذه الطائرات، كيف دخلت الأجواء العراقية، أين سلطة الطيران العراقي. التسريبات الإعلامية أوضحت أيضا أن سفير واشنطن في بغداد يضغط باتجاه إطلاق هذه الأسلحة بعد إيقافها في مطار العاصمة، ولا تزال ملابسات الموضوع بحاجة إلى توضيحات تفصيلية من الجهات المعنية. لكن الغريب في الأمر كما يشير البعض هنا هو أن الطائرتين أقلعتا بعد إيقافهما ليوم واحد من دون اتخاذ أي إجراء. هذه كانت مستهدفة للقيام بعمليات إرهابية في داخل العراق، أو قد تزود إلى جهة سياسية تكون لها أعمال إجرامية في العراق. لا يتم عملية المصادرة وتسمح للطائرة تذهب مثل ما أتت. هذا إجراء ليس إجراء لدولة سيادية تحافظ على سيادة البلد. المعلومات الرسمية تحدثت عن أن الطائرتين قدمتا إلى بغداد بحجة دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، لكن خبراء عسكريين أوضحوا أن مساندة العراق في حربه لا تحتاج إلى أسلحة كاتمة للصوت، بل تحتاج إلى أسلحة ثقيلة وذخائر متنوعة، ملف لا تزال واشنطن تماطل فيه. أسلحة كاتمة للصوت محظورة دوليا وفق خبراء عسكريين عراقيين تصل إلى مطار بغداد وتغادره بشكل سريع، ما يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة عن الجهات المستفيدة من هذه الأسلحة. هذا علما بأن العراق طالما شهد اغتيالات تمت بأسلحة كاتمة، جرائم تم تسجيلها ضد مجهول. أشرف محمد العزاوي، RT، بغداد.